أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المغرب وتأكيده من الرباط موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء في قرارات مجلس الأمن الدولي. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من القاهرة سيدة هبة البشبيشي أستاذة دراسات الإفريقية في جامعة القاهرة. دكتورة هبة البشبيشي أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ حمد. مرحبا، كل الترحيب. ورحبا وانت بضيفي في الجانب المقابل من باريس سيد محمد بن خروف الباحث الجزائري في المركز الصحراوي الفرنسي للدراسات والتوثيق. اهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبيه دعوتنا. ايضا لك من جديد على تلبيه هذه الدعوه. سؤالي: ما تعليقكم على زياره وزير الخارجيه المصري سامح شكري الى المغرب؟ هل تاتي هذه الزياره فعلا كما يقول منتقدون على حساب الجزائر، كما يقول ايضا مراقبون بالنظر لتصريحات وزير الخارجيه المصري من الرباط خاصه بشان الصحراء الغربيه؟ اطرح عليك السؤال اولا دكتوره هبه البشبيشي أستاذة الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، مرحبا من جديد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين وبضيف حضرتك. الحقيقة يعني خليني أخذ وجهة أخرى للتحليل. الحقيقة زي ما قلت مغردون جزائريون يتحدثون عن تغير في وجهة النظر يعني المصرية تجاه القضية الصحراوية. مراقبون مراقبون، أوكي. لكن أنا بالنسبة لي أنا عندي تحليل يعني نوعا ما يكاد يكون مختلف. الحقيقة احنا بنواجه في مصر وفي منطقة شمال افريقيا عنف غير مسبوق من جانب الجماعات المسلحة. خلينا اقول ان زيارة السيد وزير الخارجية بتأتي قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر قمة الدول المناهضة لداعش ولوجودها ولتكوينها. الحقيقة ده بيهمني اكتر على المستوى المصري وعلى مستوى الامن الاستراتيجي للدولة المصرية. الحقيقة قضية الصحراء اكيد تهم الدولة المصرية، وهي اعلنت مرارا وتكرارا موقفها الحيادي من هذه القضية وضرورة التسوية بصورة تكون خاضعة للأمم المتحدة وبها نوع من العدالة في تحقيق مطالب أبناء الجمهورية الصحراوية. كمان عايزة أقول حاجة: مصر لا تتدخل في الصراعات الداخلية لأي من الدول الإفريقية ولا العربية، وبالتالي أحق بهذه القضية أهلها. لكن مصر تأتي هذه الزيارة في وقت في منتهى الحرج بالنسبة للدولة المصرية. نعاني من انفلات أمني الحقيقة في سيناء، عمليات متتابعة وسريعة وقاسية على الجيش المصري يتكبد فيها خسائر من ضباط وعساكر وعتاد. الحقيقة الدولة المصرية عادت مرة أخرى لمواجهة عمليات الذئاب المنفردة للجماعات المسلحة وتحديدا داعش اللي أعلنت ولايتها في سيناء من قبل. وبالتالي مصر دخلت على نطاق تحديدا الجملة القادمة على نطاق الجماعات المسلحة المتمركزة والتي تقوم بعمليات في العمق الداخلي للدولة وتعود كما يحدث في مالي وفي نيجيريا. الحقيقة مصر تعاني من داعش كما تعاني باقي الدول من بوكو حرام في منطقة غرب إفريقيا. طيب، إذا العنوان الأبرز بالنسبة لك أن الرهانات هي أمنية أولا وقبل كل شيء من وراء هذه الزيارة، خاصة أنها كما قلت تأتي عشية هذا الاجتماع الوزاري الكبير للتحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية. أستسمحك في أن أطرح نفس السؤال على ضيفي في الجانب المقابل السيد محمد بن خروف الباحث الجزائري في المركز الصحراوي الفرنسي للدراسات والتوثيق أحمد بابا مسكي والمهتم بشكل خاص أيضا بملف الصحراء الغربية. تعليقك أنت على هذا التقارب المصري المغربي كما وصف بعد فتور ملحوظ بين البلدين، يقول بعض دام عدة سنوات؟ هل تأتي هذه الزيارة فعلا كما يقول بعض المنتقدين على حساب الجزائر بالنظر لتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري والتي توصف في المغرب بأنها فعلا تغير لافت في مسألة الحديث عن الصحراء الغربية؟ سيد بن خروف. شكرا. في مثل ما تفضلت منذ قليل قلت مراقبين، لكن ايضا فيه دراسات وايضا دراسات سياسيه ومتتبعين لما يحدث على المستوى السياسي او الجيوسياسي في المنطقه العربيه بشكل عام، وتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه من جهه تداعيات أيضا عملية التطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الإسرائيلي على حساب نضال الشعب الفلسطيني. مصر الكل يعرف بأنها
دولة محورية في الوطن العربي، خاصة في المؤثرة في المشرق العربي والخليج العربي، والجزائر دولة أيضا محورية، والعلاقات بين البلدين علاقات ممتدة متجذرة عبر التاريخ. فيه نفس المشهد ربما كان قد وجد أيام أو إبان الخلاف الجزائري المغربي في عام 63، فتدخلت مصر آنذاك ليس لأنها لديها علاقات طيبة وجيدة مع النظام الملكي، لكن لها أدنى العلاقات مع النظام المغرب، ولها أيضا علاقات وطيدة جدا مع الحركات التحررية، وخاصة الجزائر التي ساعدتها في ثورتها التحريرية، بالرغم من أن مصر كانت ضحية من ضحايا العدوان الثلاثي عليها. ماذا عن اليوم سيد بن خلوف؟ نعم اليوم مصر والجزائر تستطيعان أن تلعبا دورا محوريا لإعادة شمل العربي، الوطن العربي كله، بما يعرفه من اختلافات وتجاذبات في داخل البيت العربي، مما أدى إلى تكسير هذه القوة العربية والاستفادة منها يعني خارجيا. والكل هنا يدرك أيضا أن بعض الدراسات تشير إلى أن بعض الدول في الخليج وأيضا في المغرب العربي تم يعني اقتيادها لتنفيذ مشروع هو تقسيم الوطن العربي. لم تجبني عن سؤالي سيد بن خلوف، عفوا منك، سألتك بشكل واضح، هل هذه الزيارة تأتي على حساب الجزائر بالنظر لتصريحات وزير الخارجية المصري؟ أنت المهتم بملف الصحراء الغربية، حتى كيف تابعت هذه التصريحات؟ دعنا نكون في لب وصلب الموضوع. الآن فيما يخص الملف الصحراوي، ملف القضية الصحراوية، وأنت قلتها منذ قليل بأن تصريحات الوزير الخارجية المصري قال أنه يدعم الحل المغربي، لكنه يدعم الشرعية الدولية والمواثيق الدولية، والتي كلها تقول بالحرف الواحد وبقراراتها إعطاء الشعب الصحراوي لتقرير مصيره. وبالتالي فهذه المسألة ليست مسألة جوهرية بين الجزائر ومصر بقدر ما تعتمد الجزائر على مصر من إقناع بعض الدول في الخليج العربي وإقناع المملكة المغربية لحضور القمة العربية المرتقبة وحل النزاعات الموجودة في البيت العربي. طيب على كل، تبقى هذه المسألة جوهرية بالنسبة للمغرب. حتى أعود إليك دكتورة هبة البشبيشي، أستاذة الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، وصححيني إن كنت مخطئا، البعض يلحظ تغيير لافت من خلال هذه الزيارة. وفد عن الحكومة المصرية سنة 2015 حضر مؤتمرا دوليا داعم لجبهة البوليساريو في الجزائر. القاهرة كانت عارضت تعليق مشاركة جبهة البوليساريو في هياكل الاتحاد الإفريقي. القاهرة أيضا عام 2016 استقبلت وفدا للبوليساريو تحت مسمى آنذاك الجمهورية الصحراوية في إطار جلسات البرلمان الإفريقي. واليوم حديث عن دعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية. رغم هذه التصريحات الحذرة والدبلوماسية والدقيقة والاختيار انتقاء العبارات من قبل الوزير المصري، إلا أنه يقول الكثيرون لا يمكن تجاهل أن هذه الزيارة تفتح ربما تمهد لفتح صفحة جديدة مع الرباط من بوابة موضوع يعتبرها المغرب سياديا وجوهريا وعلى رأس أولوياته، ليس فقط من موضوع محاربة الإرهاب كما تفضلت منذ لحظات. تتفقين مع هذا الطرح أم لا؟ يعني خلينا نتحفظ برضو على هذا الطرح. يعني الحقيقة طبعا مصر كانت دقيقة جدا في التعامل مع الأزمة المغربية الجزائرية، لأن مصر بتربطها علاقات طيبة بالجانبين، الجانب الجزائري والجانب المغربي. لكن أول زيارة لوزير خارجية بعد 7 سنوات للمغرب، زيارة حقيقية في افتتاح لمقر السفارة المصرية في الرباط، في بعض المعطيات اللي تخليني وأنا بحلل أقول إن في تغير حقيقي وملموس على مستوى العلاقات المصرية المغربية. كمان ما أقدرش أقول إن ده هيمس أبدا العلاقات المصرية الجزائرية. الحقيقة الموقف المصري متراوح ما بين الالتقاء في حل الأزمة أو الوقوف إلى جانب الحل السلمي لهذه الأزمة بين الدولتين المغرب والجزائر.